أهلا بيكم في كلام على الهادي، المكان اللي بنحكي فيه من القلب عن الحياة وعن الناس، على الحاجات اللي بتحصل لنا كل يوم ومش دايما بنعرف نحكيها. هنا مفيش تكليف ولا فلترة ولا كلام كبير، هنا بس قعدة خفيفة فيها حكايات وفضفضة وضحكة صغيرة وسط زحمة اليوم. أنا مروة ويلا بينا نبدأ أول قعدة من كلام على الهادي. عمرك صحيتي يوم وحسيت إنك مش نفس الشخص اللي كنت عليه من كام سنة؟ هو نفس الملامح تقريبا، وممكن نفس البيت ونفس الناس، لكن جواكي حاجة اتغيرت. الحاجات اللي كانت بتفرحك بقت عادية، والحاجات اللي كنت بتعديها بسهولة بقت تقيلة على قلبك. وحتى الناس نفسها بقيت تبصلها بشكل مختلف. أوقات بحس إننا مش بس بنكبر في السن، إحنا بنكبر في الإحساس وفي الخوف وفي الفهم وفي السكوت كمان. بنبقى فاكرين إن الكبر معناه شوية شعر أبيض على شوية مسؤوليات على شوية تعب زيادة، لكن الحقيقة إن الكبر الحقيقي بيبدأ لما تكتشفي إنك بقيتي بتفكري 1000 مرة قبل ما تتكلمي، ولما بتبقي محتاجة سلام نفسي أكتر من أي حاجة تانية. في مرحلة من حياتنا كنا بنبقى أبسط بكتير، نزعل بسرعة ونرضى بسرعة، نحب من قلبنا ونثق من قلبنا ونحكي كل حاجة من غير ما نفكر. ما بنفكرش الكلام ده هيتفهم ازاي أو هيتاخد ضدنا امتى. لكن مع الوقت بنتغير، مش لأننا بقينا أوحش ولا لأننا بقينا باردين، لأ، احنا اتغيرنا لأن الحياة بتعلم. كل موقف بيسيب لنا حاجة، وكل ما بنتخزل بنبقى حريصين أكتر. كل ما مرة بنتحط مقارنة أو يتكسر خاطرنا أو نحس إننا مش متشافين كفاية، بنطلع من الموقف ده بنسخة مختلفة من نفسنا. أكتر حاجة بتشدني فعلا إن احنا بناخد وقت طويل نحاول نفهم احنا اتغيرنا ليه، مع إن الإجابة بتكون واضحة جدا. احنا اتغيرنا لأننا عشنا، اتغيرنا لأننا شفنا وسمعنا واستحملنا وسكتنا وجربنا وخسرنا وعادي كمان. في ناس بتفتكر إن التغيير حاجة وحشة، لكن أنا شايفة إن التغيير الطبيعي دليل إنك عايشة وإنك بتتعلمي. المشكلة مش في إننا نتغير، المشكلة في إننا نفقد نفسنا إحنا ونتغير. يعني إيه نفقد نفسنا؟ يعني تبقي طول الوقت بتحاولي ترضي الناس وتنسي نفسك. يعني تبقي مشغولة جدا إنك تباني قوية لدرجة إنك ما تعترفيش إنك تعبانة. يعني تفضلي تسكتي على حاجات تكسرك من جوه لمجرد إنك مش عايزة مشاكل أو مش عايزة تزعلي حد منك. يعني بتبقي تضحكي في وش الكل وفي آخر اليوم تحسي إنك مخنوقة، مش لاقية حد تسندي عليه. أوقات بنقنع نفسنا إننا كويسين لمجرد إننا شاطرين في التحمل، بس التحمل مش دايما معناه إننا بخير. ممكن جدا نبقى متعودين على الضغط وعلى المسؤولية وعلى الكتمان لدرجة إننا ننسى إننا من حقنا نرتاح، من حقنا نقول أنا مش قادرة النهاردة، أو أنا محتاجة حد يسمعني، أو أنا زعلانة، أو أنا خلاص تعبت. وأعتقد من أصعب الحاجات في الحياة إنك تبقى طول الوقت الشخص اللي بيلم نفسه ويهدي غيره ويستحمل ويفهم ويعدي، وفي الآخر محدش يسأله وانت عامل ايه. يمكن علشان كده أنا حبيت أول لقاء بينا في كلام على الهادي عن الحتة دي بالذات، على التغيير اللي بيحصل جوانا من غير ما ناخد بالنا، على التعب اللي بيستخبى ورا الضحكة، على النسخة الجديدة مننا اللي اتشكلت من المواقف ومن المسؤولية ومن الوجع ومن النضج كمان. بس رغم كل ده أنا مؤمنة جدا إننا نقدر نرجع لنفسنا، مش بمعنى إننا نبقى زي زمان، لأن ده مش هيحصل طبعا، لكن بمعنى إننا نرجع نسمع نفسنا ونراعيها ونفهمها ونبطل نضغط عليها طول الوقت. ممكن نبدأ بحاجات بسيطة جدا،
إننا نسأل نفسنا كل يوم: أنا محتاجة إيه؟ أنا زعلانة من إيه؟ إيه اللي مخليني متوترة؟ مين الشخص أو الموقف اللي مستنزفني؟ وإيه الحاجة الصغيرة اللي ممكن تفرق معايا النهاردة؟ يمكن كوباية قهوة في هدوء، يمكن مشوار لوحدك، يمكن مكالمة من حد بتحبيه، أو يمكن 10 دقايق من غير موبايل، من غير طلبات، من غير دوشة. يمكن كلمة حلوة لنفسك بدل جلد الذات اللي بقى عادة. على فكرة، احنا مش مطلوب مننا نبقى مثاليين، ولا مطلوب مننا نبقى أقوياء، ولا مطلوب مننا نعرف نعدي كل حاجة من غير أثر. احنا بشر، بنتعب وبنضعف وبنغلط وبنحتاج حضن وكلمة حلوة وراحة. ويمكن أجمل حاجة نقدر نعملها لنفسنا إننا نتصالح مع فكرة إننا اتغيرنا. اتغيرنا، بقينا أهدى في حاجات وأعقل في حاجات وأهدى من بره ومكسورين من جوه شوية، لكن لسه فينا روح ولسه فينا قدرة نبدأ من جديد ونحب ونضحك ونعيش يوم أخف من اللي قبله على الأقل. وفي نهاية أول حلقة من كلام على الهادي، حابة أقولك مش لازم تبقي بخير طول الوقت، ومش لازم تشرحي تعبك لكل الناس، لكن مهم جدا تبقي صادقة مع نفسك. اسمعي قلبك واهدي على نفسك، وافتكري إن كل مرحلة لها طريقتها، لها طريقتها في التعليم، وكمان لها طريقتها في الشفاء. لو وصلت لحد هنا فشكرا إنك كنتي معايا في أول قعدة من كلام على الهادي. يا ريت تقولي لي ايه اكتر حاجة حاسة انها اتغيرت جواكي مع الوقت. استنوني في حلقة جديدة وكلام جديد وعلى الهادي دايما.